السلام عليكم متابعينا الكرام، نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الصحه والتمام. نتوما تتشاهدوا اليوم كيف ما تشوفوا غادي نوجد معكم واحد الطرطه اللي تجي هائله في المذاق ديالها، بالمذاق ديال الحامض، تجي ساهله في التحضير ديالها. غادي نخليكم مع طريقه التحضير. هنايا عندي واحد الكاسرونه درت فيها واحد 2 شرائح ديال الحامض وكاس ديال الماء. هنايا بالنسبه للسيرو غادي نديروه هو الاول باش غادي يبرد لينا باش نسقي به الطارطه ديالتنا. ونصف كاس تاع السنيده غادي نحطو فوق البوطه غير يبدا يغلي شويه ونطفي عليه ونخليه يبرد. وبالنسبه للكريمه ديالتنا غادي نحتاج هنايا معلقه كبيره الزبده، كاس معامر تاع سكر، هنايا عندي كاس ديال الماء، عندي 2 معالق تاع مايزينا، عندي كاس تاع الحامض اللي عصرته وصفيته، هنايا عندي قشور ديال حامضه صغيره، عندي بيضه كامله. هنايا غادي نجيبو واحد هكايا كاسرونه اللي غادي نديرو فيها هادشي فوق البوطه اللي ما تكونش تحرق من طبيعه الحال. هنايا غادي ندير هاد البيضه وغادي نزيد السكر صافي. غادي نخلط مزيان صافي. هنايا من بعد ما خلطت مزيان غادي نضيف الماء، غادي نزيد عليه العصير ديال الحامض، غادي نزيد القشور حتى همايا، و2 معالق ديال المايزينا صافي. غادي نحرك مزيان هاد الخليط وغادي نحطو فوق البوطه. العافيه هنا تكون متوسطه. غادي نستمر في التحريك صافي. هنايا كيف ما تشوفوا راه الخليط ديالنا بدا تيدير دوك الفقاعات صافي. غادي نطفي عليه وغادي نضيف المعلقه تاع الزبده صافي. غادي نبقى ندخل فيها هكايا في الخليط مزيان. صافي. هنايا غادي نحطوها على جنب نخليوه تيبرد. هانتوما تشوفوا الخليط كيفاش يكون البنات، ما تيكونش عاقد بزاف، خاصنا نحصلوا على بحال هذا الخليط صافي. هنايا غادي نجيب باش غادي نطلع هاد القشطه الطريه. هنايا غادي نستعمل واحد لتر ديال القشطه الطريه، هو اللي غادي يجيني حساب مع هاد 3 طبقات. هنايا عندي الجنواز اللي شريته جاهز، راه تقدروا في الفيديوهات السابقه راه عندي بزاف تاع الوصفات تاع الجنواز، تاع 4 البيضات وتاع 6 البيضات وتاع 8 البيضات. نتوما تقدروا ديروا اللي بغيتو صافي. هنايا غادي نقاد الاطار مزيان صافي. هنايا من بعد ما قاديت هاد الاطار ديالي طلعت هاد القشطه الطريه حتى هي كيف ما تشوفوا صافي. غادي ندوز اول حاجه باش غادي نسقي. هنايا غادي نسقي الجينواز بهذاك السيرو اللي حضرت معاكم، خليناه تبرد صافي. غادي نسقيها مزيان قد ما كانت مسقيه قد ما تجي رطبه في المذاق ديالها صافي. هنايا غادي نديرو الطبقه الاولى، غادي نديرو كميه ديال القشطه الطريه، '
هنا راكم عارفين الكمية غادي تقسموها على 3. صافي تنبقاو نقادو هكايا الجوانب كاملة ونسرحو باش ما تجيناش جهة رقيقة وجهة غليظة. هنا راني سرات شويه الفيديو باش ما يجيكمش طويل. صافي هنايا غادي نزيد الطبقه الثانيه، غادي ندير السيرو نسقيها مزيان. هنا غادي نزيد طبقه اخرى تاع القشطه الطريه، غادي نسرح. وهنايا من الخليط ديالنا ديال الحامض غادي نضيف هكايا شويه من الفوق تجي رائعه في المذاق ديالها. من الوسط تقدروا ديروا نتوما اللي بغيتوا، تقدروا ديروا فواكه الجافه، كل واحد على حسب الاختيار. صافي وهنا الطبقه الاخرانيه تنسقيها هي اللي تنحطها على الوجه الاخر. صافي وهنا تنضغط واحد شويه. صافي هنايا غادي نحيد الاطار. صافي هنايا غادي نغطيها كامله مزيان. الزين تيبقى كفكره، تقدروا نتوما غير هكايا بتحيدوا الاطار صافي وتزوقوها بشي زواق اخر من اختياركم. هاد الزواق الاخراني تيكون كفكره. صافي تنبقى هكايا نقاد في الجوانب مزيان. صافي هنايا غادي نبدا هكايا نزوق فيها. هذا سيبقى اختياري. صافي غادي نبقى بحال هكايا تنكمل كملها كامله في السواق. هنا من بعد ما كملتها في التزيين غادي نجيب الخليط ديالي ديال الحامض. صافي غادي نضيف هكايا من الفوق. تتجي لذيذه بهذا الخليط ديال الحامض رائع منعش. صافي هنايا غادي نبقى نقاد فيه هكايا بهذا الشكل. صافي هنايا ذوبت شويه الشوكولاط، غادي نبدا ندير هكايا خطوط على هذا الشكل. صافي وغادي نبدا هكايا ندير هادشي على حسب الديكور، كل واحد ويزوق كيف ما بغى. صافي غادي نبقى هكايا ندير في هاد الخطوط بهذا الشكل. صافي هنايا خليتها حتى بردات تماما، زينتها هكايا بهاد الشرائح ديال الحامض. وها هي الطرطه ديالتنا واجده. تنتمنى تكون عجباتكم الوصفه ديال اليوم وتنال الاعجاب ديال. وما بقى ليا الا نودعكم ونقول لكم على اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.